أهم النصايح في 2023 في تربية الأطفال. الطفل اللي بيتربى مع أجداده ده طفل مستني كل حاجة يعوزها يلاقيها، فلازم نكون حازمين معاه. الخوف الزيادة والحماية الزايدة على الطفل هتمنع الطفل من ممارسة حاجات كتير كانت مفروض تحصل في السن الطبيعي بتاعها، وللأسف هيعملها بس وهو كبير شوية. ده غير إنه هيبقى شخص اعتمادي واتكالي ومش متحمل أي مسؤولية. التربية مش مسؤولية الأم بس، ومفيش طفل بيكون سوي من غير الأب، فلازم الاتنين يتشاركوا في تربية طفلهم. الحل لأغلب مشاكل الطفل هو الاحتواء والاحتضان والحب. لو عاوزين نغير سلوك الطفل يبقى بلاش عقاب وخلينا نحمله العواقب. التغذية السليمة للطفل أساس طفل سليم من الداخل والخارج. ابنوا الأول علاقة قوية مع أطفالكم، وبعدين كلموهم عن مذاكرتهم ومستقبلهم وأي حاجة انتم عاوزينها، وبلاش تعكسوا علشان هيزهقوا وهيضطروا بس يعملوا اللي انتم عاوزينه علشان يخلصوا من الضغط اللي عليهم. الطفل المطيع اللي دايما بيسمع الكلام من غير أي اعتراض مش ده الطفل الأفضل على الإطلاق. الأمر أحيانا بيحتاج لطفل عنده عند شوية عشان يكون صاحب رأي وشخصية. الضرب والعنف أساس ظهور السلوكيات السيئة. الشاشات والموبايل أساس قلة التركيز والانتباه. الترفيه عن الطفل أمر واجب.